النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ بقى، هنجيب البطاطس بقى والفراخ بقى، هنعمل كمان المبقبقه. انا عارف انك في الغالب شفت البنت اللي بتقول كده، وفي الغالب برضو ضحكت على طريقتها، ممكن كمان تكون كتبت عندها في التعليقات حاجه بتضحك عليها فيها. لكن انا عايز اقول لك وابشرك ان انت فاتتك حاجه كده ممكن تكون صغيره، ان بعيد ان ده سخافه واستخفاف دم، ان ده كمان ذنب هيلحقك يوم القيامه. عارفوا يا جماعه، انا فكرت والله النهارده ان احنا كمجتمع بنفسد الناس. يعني بنت بسيطه غلبانه طالعه تاكل عيش، فتلاقي الناس بتضحك عليها واخداها ماده للسخريه، فتلاقي ده اللي بيجيب الشهره والفلوس، فتكمل في الطريق ده. هي بتحاول تاكل لقمتها بالحلال واحنا بنحاول ننكد عليها، هي بتحاول تقدم نموذج مكافح واحنا بنحاول نحولها لماده للسخريه. مفيش حد من حقه يسخر من لهجه او طريقه او كلام حد، مفيش حد من حقه ابدا يقلل من شخص او من حد. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. 100,000 تحيه للبنوته المكافحه الجميله دي، و100,000 اخس على التريق عليها. نروح نفهم من أم المؤمنين عائشة الآية بتتكلم عن إيه؟ أخرج الإمام البخاري في تفسير هذه الآية عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت أن رجلا كان له يتيمة فنكحها، كان لها عزق فنكحها وأمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء. كان في بنوتة على عهد النبي، والبنت دي يتيمة يعني ملهاش حد يدافع عنها، وفي نفس الوقت معاها فلوس كتير قوي. جه واحد من قرايبها قال طب ما اتجوز البنت دي ومن غير ما اديها مهر ولا حاجه واخد الفلوس بتاعتها ليا. فربنا عرفه ان انت كده بتظلم، والكلام موجه ليه ولكل الرجاله. اما لما تيجي تتجوزها ما تنظرلهاش نظره طمع وتديها حقوقها كامله، اما لو مش عارف كده سيبها في حالها وروح اتجوز غيرها من النساء مثنى وثلاثه ورباع، ربنا ما ضايقش عليك. انت فهمت ان الايه بتتكلم عن واحده يتيمه مكفوله من جزء امها، وربنا بيقصد باليتيمه البنت اللي هتتجوز نفسها. انت فهمك ان اليتيمه في الايه محتاجه حد يرعاها، وربنا بيتكلم عن بنت يتيمة غنية بتتعرض لشبه عملية نصب. انت فهمك للآية ان الجواز التاني مقصور على عملية الكفالة، وربنا بيقول انك لو هتظلم ربنا فتح لك موضوع التزوج والتعدد بشرط عدم الظلم وان يكون لحد 4 نساء. شوفي حضرتك شوهت معنى الآية ازاي. لو واحد مات وهو بيجامع مراته كده تبقى خاتمة سيئة؟ لا، دي مش خاتمة سيئة ولا حاجة، دي خاتمة حسنة. والراجل ده واضح ان هو كان راجل طيب وصالح، فربنا قدر له وكتب له ان هو يموت على عمل خير. جماعة الراجل لزوجته ده عمل صالح في الاسلام، الانسان بياخد عليه ثواب واجر من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للصحابة وفي بضع احدكم صدقة. النطفة اللي بتنزل من الراجل وقت الجماع ده عمل خير، الست والراجل بياخدوا فيها ثواب واجر وحسنات من ربنا. الصحابة استغربوا جدا وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني احنا المفترض بنعمل فعل بنستمتع فيه كمان ربنا يدينا حسنات، ده ايه كرم ربنا الواسع قوي ده. النبي فهمهم الفكرة والمنطق اللي في الموضوع، فقال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني بيقول لهم الراجل والست دول لو اختاروا ان هم يفرغوا شهوتهم في الزنا هيكون ده فعل سيء وهياخدوا عليه وزر. فالصحابة قالوا نعم. النبي قال لهم فكذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر. المتعة في الإسلام مش حرام، لكن الحرام إنك تستمتع من غير مبادئ أو ضوابط شرعية. لكن لو تمتعت بالحلال دي تعتبر عبادة وبتاخد عليها ثواب. عشان كده الراجل اللي انت بتسأل عنه ده واضح إنه كان راجل صالح ربنا ختم له بالخير، وده من مبشرات دخوله الجنة بإذن الله. ما تقولش يبعث المرء على ما كان عليه والراجل ده مات وهو بيجامع فهتبقى فضيحة ليه يوم القيامة، لأن مقاييس يوم القيامة في الفضيحة من عدمها هو مقياس واحد، فعل الخير او فعل الشر اللي انت هتعمله في الدنيا. فلو مت وانت بتعمل حاجة غلط تبقى دي فضيحة ليك يوم القيامة، ولو مت وانت بتعمل حاجة صح يبقى ربنا هيتباهى بيك قدام الناس يوم القيامة. احنا عرفنا من النبي ان الراجل ده مات على فعل خير وبياخد ثواب، مفيش فضيحة، بل مات على فعل خير وعمل صالح. يا ريت تنقلوا الفيديو ده لغيركم لان للأسف كتير مش عارفين المعلومة دي. شوفوا الراجل القنوع.
في فيلم اسمه ابن النجار، للأسف الفيلم ده هيتعرض اليومين الجايين دول. للأسف الفيلم ده مسيء بطريقة بشعة لسيدنا عيسى سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وللأسف برضو كتير من المسلمين معتقدين ان المسألة دي والقصة دي ما تخصناش في شيء. لا يا حبيبي، احنا عقيدتنا في سيدنا عيسى انه عبد الله ورسوله. اي حاجة تمسه او تمس والدته السيدة مريم او تمس اي حد من الانبياء تمسنا احنا وتمس المسلمين بشكل مباشر وبشكل خاص. لو انت شايف ان الرسول ده مش رسولك وما يهمكش، يبقى انت من الذين يفرقون بين الله ورسله. سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، سيدنا عيسى من الانبياء المفضلين عند الله، ربنا جعله من الخمس اولي العزم من الرسل. افهم عقيدتك صح، وصباح الفل.